هل تعلم أن تاريخ كرة القدم في مصر مليء بالنجوم الذين سطروا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات الرياضة؟ إليك قصة عن أهم 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية. 1. هل تعلم أن محمود الخطيب، الملقب بيبو، هو أول لاعب مصري يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1983؟ قاد الأهلي المصري لتحقيق العديد من البطولات المحلية والإفريقية، وكان يتمتع بمهارات فنية عالية جعلته أحد أساطير الكرة في القارة السمراء. 2. هل تعلم أن حسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفاً؟ لعب لأكثر من ناد مصري أبرزها الأهلي والزمالك، واشتهر بروحه القتالية وشغفه داخل الملعب. وشارك في 3 بطولات لكأس العالم: 1990، 1998 و2006. 3. هل تعلم أن محمد أبو تريكة يعتبر رمزاً للوفاء والمهارة في الكرة المصرية؟ ساهم في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا عدة مرات، وكان العقل المدبر في خط الوسط. حصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية عدة مرات، وأصبح أيقونة كروية وشعبية. 4. هل تعلم أن أحمد حسن هو أكثر لاعب العالم مشاركة دولية 184 مباراة؟ شارك في 4 نسخ من كأس الأمم الإفريقية وتوج بها 4 مرات، وهو رقم قياسي لم يحققه أي لاعب آخر، وكان قائداً ومثالاً للثبات والعطاء. 5. هل تعلم أن محمد صلاح هو أول مصري يحقق دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث مع ليفربول؟ أصبح من أفضل لاعبي العالم بفضل سرعته ومهاراته التهديفية، وساهم في عودة مصر إلى كأس العالم بعد غياب طويل، وكان مصدر فخر للمصريين في كل مكان. هذه القصة ليست فقط عن أرقام وإنجازات، بل عن شغف، نضال، وإرادة جعلت من هؤلاء اللاعبين رموزاً خالدة في قلوب الجماهير المصرية.